مساء الخير يا حبوبات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ريفيو زي ما شفتوا كده من عنوان، النهارده ريفيو عن منتجات كليو، والحقيقه كامله عنها عجبتني ولا ما عجبتنيش. لايك للفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. ويلا بينا على الفيديو. انا كنت وريتكم فيديو مشتريات قبل الفيديو ده على طول، ارجعوا له، في مشتريات خطيره منها منتجات كليو اللي انا طالعه اقول لكم الريفيو عنها النهارده. هنبص على حاجه كده مع بعض. ده كونسيلر بتاع كليو، خطير وقمر، هنتكلم عنه طبعا بالتفصيل. تاني حاجه وهو المرطب ده بتاع البشره المختلطه والدهنيه. تالت حاجه السيرم ده برضو لجميع انواع البشره، ده اسمه سوبر سيرم بس هو فعلا سوبر. تالت حاجه وهو مزيل الميك اب ده. ابتدي باول حاجه وهو المزيل بتاع الميك اب، ورأيي فيه ايه؟ اول حاجه هو مكتوب عليه ان هو للعين وللوش، خالي من المواد الضاره كلها، وان هو لجميع انواع البشره، وحجمه 200 مللي. اكتر حاجه بتشدني في مزيل الميك اب عامه ان هو ما يكونش بيأذي العين او بيحرق لعيني، لان في قبل كده حاجات كانت بتحرق لعيني بدون ذكر اسامي، فده ما عملش كده خالص، وشال الميك اب بمنتهى السهوله والسلاسه والحلاوه وكل حاجه تتخيلوها. حجمه كبير وهيقعد معاكي فتره طويله، ودي برضو حاجه قمر جدا. ممكن تنضفي بيه بشرتك من غير ما تزيلي ميك اب او اي حاجه، فدي برضو حاجه حلوه جدا جدا. مكتوب عليه كمان ان هو البشره الحساسه. مكوناته كمان خطيره، هيالورونيك اسيد وميه الورد والوفيرا وكمان البانسينول وحاجات تانية كتير خطيره. كمان حاجه خطيره بيعملها المزيل بتاع الميك اب ده، ان هو بيشيل اصعب ميك اب حرفيا انت حاطاه، اللي هو مضاد للماء. هو مكتوب عليه كده. كنت حاطه ماسكارا، كنت حاطه ميك اب كامل وتقيل جدا جدا بجد. القطنه عملت كده، شالت كل اللي على عيني بمنتهى السهوله والسلاسه، فده قمر. ندخل على القمر اللي بعديه، السوبر سيرم ده من كليو. بجد بجد يعني انا مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم انا عمل ايه في بشرتي، ولا ان هو انا حسيت بايه اول مره حطيته خالص. اول حاجه كده وبسم الله الرحمن الرحيم، المكونين بتوعه الهالورونيك اسيد والنيسيناميد. فاول حاجه نمسك الهالورونيك اسيد. الهالورونيك اسيد يا ست الكل يرطب البشره جدا جدا، وبيملى الخطوط بتاعه البشره، يعني ترطيب مضاعف بشكل انت مش هتتخيليه. اعملي بس تريكه بسيطه كده قبل ما ترطبي بالهيالورونيك اسيد ده، ان انت تكوني وشك مندي وفيه ميه، لان هو ده شغلته الشغله او شغلته، يعني ان هو بيحبس الترطيب في بشرتك اطول وقت ممكن. السينامايد بيعمل ايه بقى؟ بيحسن شكل المسام بتاعه البشره، ودي حاجه كل الناس بتحبها وكل الناس بتبقى بتدور عليها. المكونين دول بجد مهمين جدا جدا للبشره. النيسيناميد بيوحد لون البشره وبيفتح البشره عامه. تخيلوا الاتنين دول في حاجه واحده كده، فده هيبقى عامل ازاي غير ان هو يبقى حاجه خطيره. ماسه كمان غير دهني، هو بقطوره كده بس خطير جدا في الاستعمال بتاعه. انا بحب قوي القطوره دي، ان هي بتعرفي تتحكمي في الكميه اللي انت عايزاها لجميع انواع البشره. فدي بصوا ما فيهوش حاجه يعني مش موجوده، ما فيهوش غلطه زي ما بيقولوا كده. بجد ده انصحكم بيه جدا جدا. الحاجه الثالثه اللي بعديها، وعايزه اقول لكم ان ده بقى في قلبي من جوه كده. انا بشرتي من دهنيه المختلطه، ومش اي مرطبات حرفيا بتنفع معاها. استعملت كتير وقليل، غالي ورخيص ووسط وكل حاجه. انا ما شفتش زي المرطب ده حرفيا بجد. خطير خطير. انا ما فيش حاجه جبتها من كليو المره دي بجد يعني ما شرفتنيش كده ورفعت راسي. اول مره احس ان فلوسي حلال حرفيا. فيعني مش قادره اقول لكم انا مبسوطه قد ايه بالاوردر بتاع كليو ده، من كتر ما هو خطير وقمر وفيه كل حاجه حلوه. مكوناته بقى وهي الزنك وحاجات كتيره جدا جدا، هكتبها لكم على الشاشه عشان ممكن مش عارفه انطقها صح قوي. امتصاص ملمسه غير دهني، البشره بتتشربه بمنتهى السهوله والسلاسه اللي في الدنيا كلها. كمان للبشره المعرضه للحبوب، ودي هي بشرتي للاسف. شتا صيف، بس الصيف اكتر الصراحه، فانا مبسوطه ان انا داخله الصيف ومعايا المنتج القمر ده. ترطيبه بيدوم لحد 24 ساعه، وشرط برضو ان بشرتك تكون منديه علشان تشوفي احسن ترطيب من اي منتج مرطب عامه في الدنيا. لازم تبقي سايبه بشرتك منديه عشان تشوفي التاثير الامر اللي انت محتاجاه. من اهم مكوناته وهي شجره الشاي. شجره الشاي اعملوا سيرش عنها هتشوفوا فوائدها قد ايه خطيره للبشره المعرضه للحبوب، البشره اللي فيها حبوب عامه. بجد بجد يعني مش قادره اقول لكم المرطب ده بجد ده دخل قلبي من جوه وقعد كده.
اخر حاجه معانا وهو الكونسيلر بتاع كليو، وده انا عامله له ريفيو سريع كده في فيديو، ارجعوا للفيديو شوفوه. وانا بحطه على بشرتي وبعمل له بلندنج وبعمل له كل حاجه، بتكلم عنه بالتفصيل الممل. كونسيلر كليو ده الاصدار الجديد بتاع كليو، كانوا عاملين اصدار قديم وللاسف كان سيء جدا وناس كتيره جدا اشتكت منه، فالحمد لله ان انا ما جبتش منه. لما نزل الاصدار الجديد وسمعت ريفيوهات عنه قمر فجبته طبعا. هو نازل منه لايت وميديوم، انا ما لقيتش الميديوم شاحح عندهم بطريقه صعبه جدا، فلقيت الخطير اللي هو اللايت. قلت مش مشكله، واي نوت نحطه تحت حتى عينينا مثلا كاناره كده للوجه. طبعا مش قادره اشرح لكم مكوناته قمر قد ايه ومفيده قد ايه ومش هتضر عينيكي قد ايه. طبعا كل الكونسيلرات اللي بيتعود عليها عامه بتبوظ له تحت عينيه وبتسبب سمار تحت العين مع الاستخدام الكتير. فانت لو نازله للشغل او عندك حاجه بتنزلي لها يوميا، بجد مش هتلاقي احسن من ان انت تجيبي حاجه طبيه كده 100%. مكوناته بقى يا ست الكل كولاجين وهيالورونيك اسيد وفايين وفيتامين اي وفيتامين سي. ايه المكونات دي؟ ايه المكونات دي؟ عايزه اقول لكم قمر، يعني كل المكونات دي خطيره ان هي تبقى بجد في كونسيلر واحد، يعني استحاله تلاقي منه ضرر خالص على بشرتك. كريمي وتوزيعه سهل جدا، بس الشرط ان انت تبقي مرطبه وشك كويس جدا جدا. زي ما اتفقنا قبل الميك اب عامه لازم نرطب وشنا كويس، فاختاري المرطب اللي يناسب بشرتك ويرطب وشك كده وخليه جاهز لاستقبال الكونسيلر. حطي يا ست الكل الكونسيلر، انا هوريكم قطره منه بتعمل قد ايه على الوش، مش قادره اقول لكم. بصوا ده اللايت، لو بنوته بشرتها زي كده يعني مش فاتحه قوي ومش غامقه قوي، البشره اللي هي تحس ان هي مش عارفه هي عايزه ايه دي هاتي الميديم لوشك مثلا وهاتي اللايت اللي تحت عينيكي. بصوا دي درجه لايت، عايزه اقول لكم فستوكه منه صغنونه كده هتحطيها تحت عينك هتوزع بطريقه سهله وسلسه جدا وبيملى حتت كبيره قوي. ف بصوا درجته وتوزيعه خطير خطير خطير. بصوا قمر قمر قمر. على فكره لو وزعته اكتر هيتوزع معايا عادي جدا، هو بيفرش. بصوا كريمي وتوزع ازاي، مش عامل اي حاجه في البشره، ودي بتلمع ازاي. خطير خطير خطير. احلى حاجه بقى في المنتجات اللي انا كلمتكم عنها دي كلها، ودي اهم نقطه اصلا، ان هي منتجات مصريه 100%، وده اللي احنا عايزينه الفتره دي طبعا، عشان احنا بعدنا عن منتجات كتيره كانت مقاطعه واحنا كنا مدمنينها للاسف. طمنوا، المنتجات بتاعت كليو مصريه 100%، مكوناتها كلها طبيعيه 100%. اعملوا سيرش وشوفوا كمان الاسعار هتبقى عامله ازاي، هتتصدموا من الاسعار. 4 منتجات وكلهم مهمين للبشره وحاجات طبيعيه ومصريه، فمفيش احسن من كده تهيألي. كمان حاجه مهمه قوي قوي دي فرحتني، ان هو جزء من ارباحهم بتعود لاهلنا في غزه، ان هم بيساعدوهم بيها، فدي حاجه قمر جدا جدا. يا رب يا رب النصر كده عن قريب يا رب، ويجعل الايام المفترجه اللي احنا فيها دي ايام فرح والسرور عليهم يا رب، ويزيح الغمة دي من على قلوبنا كلنا وينصرهم نصرا قريبا يا رب يا رب يا رب. ما تنسوش تدعوا كتير جدا جدا ليهم في الايام المفترجة دي. وبس كده يا حبايبي، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. يا ريت يعني نكلف نفسنا لايك بسيط كده عشان احس ان الفيديو عجبكم، كومنت صغنون كمان واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. وبس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.